منزل الأرواح ونظام الشفاء الخاص الذي يعتمد على الصوت. إنها طاولة تحقيق طبية يمكن للمريض أن يستخدم أي طريق يريده من المسرح. هناك واحد إلى اليمين وآخر إلى اليسار، إذن على المريض أن يتبع حدسه في الصعود واختيار المكان الذي يريد الوقوف فيه، لأن كل نقطة متصلة بغرفة فحص. لدينا 22 غرفة، 11 غرفة من كل جهة، وهي دون سقف. وحين تدخل يمكنك أن ترى حفرة حيث يضع المعالج رأسه ليعرف علة مريضه المستلقي على الطاولة، وهذا الأمر يعمل بواسطة الصوت، والصوت مصدره المياه الجارية في الأنفاق السفلية هنا. هناك خارطة كبيرة للأنفاق تحتنا. لنعتبر أماكن الأهرامات الموجودة على طول عصبة السلام هي إنشاءات منسجمة ومتطورة، فهي لا تعكس مواقع النجوم فحسب، ولكنها تعكس تجويفات منسجمة داخل الجسم البشري. تبدو الغرف داخل الأهرامات مضبوطة بشكل منسجم على إيقاع موسيقي أو ذبذبة موسيقية معينة. إن تقنيات الشفاء بواسطة الصوت كانت تستخدم لإعادة ضبط الجسد كي ينسجم مع نفسه. هذا منظر أبو سير شمال سقارة، وهذا منظر دهشور إلى الجنوب.